أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثاني رحمة الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا على حب الحسن والحسين بعد أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على نبينا الأعظم وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسأل الله قبول الطاعات، ونحن في ليلة الجمعة في هذا الشهر الشريف، وكفى بقوله صلى الله عليه وآله دعيتم إلى ضيافة الله. وأتذكر قول الشيخ القيد الكاشاني رحمة الله عليه، يقول: عندما يلقينا أحياء إلى شهر رمضان نشكره تعالى كما يليق به، حتى الملائكة تتردد شنو الذي يليق بالله، يقول الحمد لله كما هو أهله، حتى يقول نرفع من درجاتنا وزد من حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا. وأسأل الله حسن العاقبة لنا ولكم بالنبي وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعودنا قبل كل مجلس أو بعض الأسئلة بعض الأخوة، منها أولا وأكرر أكثر أخوتنا خاصة عسكريين، اليوم واحد يقول أنا بالكلية العسكرية دوام بالتاج، فطلع صادف الأذان بالطريق يقضي يوم بيوم، يو يصلي الظهر بالتاجي، يو يطلع يو يوصل قبل الظهر. بما أنه خميس وجمعة مجاز راح يرجع السبت راح يكرر نفس الخطأ، لازم يصلي الظهر الظهر ما يكرر، كل هاي ننتبه له. الثانية ما أدري أخوة منين جايبينها، يرجون يمشون الكربلة يروح يصلون بالسيد إبراهيم، وأنت قاصد كربلة، حتى لا بن أبو إبراهيم هم قصد وإفطار. ليش؟ لأن أنت أصلاً قاصد كربلة، بل يمشي كيلو يعني طلع صار مسافر أيضاً يقضي متوهم، أو يقول لك نعبر لنا 15 كيلو. الثالثة اليوم أحد الأخوة أبوه يعني مواليد 30 يعني 96 سنة، هذا حتى في الجماعية لا غير مخاطب بالصوم، لا قضاء ولا فدية، يعني أصلاً ما مخاطب بالصوم. وسؤال أخير، هسه هذا فيه مشكلة يعني، ولو هو الفقه ما فيه، إنه الرأي الأخير اللي صدر إنه مثلاً إذا موظف بالدولة ويصلي جماعة وياخذ راتب مثل هذا الآن، مثلاً شيخ حسين ياخذ راتب بالحبس، ولكن بنفس الوقت ياخذ راتب من الدولة، فهنا الرأي بعدم قضية الصلاة لزوما خلفه، مشكلة يعني بيها تفصيل. شلون يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا. أنت الآن تسألني مثلا، خلينا نقول شيخ حسين معلم مدرسة الصنعاء مثلا، قدام الوادم أنا على أساس الآن مثلا معتمد للسيد بالرومي، لما تسألني شيخنا عندنا سؤال فقهي أقول لك والله اليوم عندي تصليح دفاتر. بالليل تسألني سؤال فقهي أقول لك والله اليوم أنا عندي حراسة، شنو يعني؟ صارت عندي شنو شغلتي. بالدولة عندي راتب، لما اللي يقول الحاسوب أسمى موظف، بس أنا عندي راتب بس غير ما يأشر، يصير عندي راتب. ذلك السيد تردد في هذه القضية باللزوم، يعني قد يكون سبب إحراج لبعض الأخوة ما يصدقون بعضهم، هي أهم شيء العدالة، وهم بها تفصيل ما في داعي، ومعروفة القضية. صلوا على محمد وآل محمد.
يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين الطاهرين الطيبين، لا سيما الحسين الشهيد بكربلاء والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، ونحن على ذلك من الشاهدين. أولاً احنا كل يوم نسمع أخبار، طبعاً كل واحد يتابع الفضائية اللي تعجبه حتى لو كذب، المهم يعني تريحه. نختلف تحليل الأخبار، نختلف تحليل النتيجة، لما نلجأ إلى لجنة محايدة، شلون الأمم المتحدة يسمونها تقصي الحقائق. ورا 6 شهور تطلع النتائج الحقيقية، إذا علنتها تصير مشكلة. هي صحيح لجنة مستقلة، لكن من تعلنها تصير مشكلة، فيقول لك خلنا نطمطمها وتنسى مع الأيام. مثلا يعني نفرض تفجير القوتين، نفرض صار حريق مستشفى العلوية، 12 طفل احترقوا، وين تحقيق راح يسكتون؟ ليش؟ راح تطلع بأسماء تسبب مشكلة بالسلم المجتمعي، يسكتون. رب العالمين ما عنده شيء، لجنة تحقيقية. أبدأ أقرأ كتابك، أنت شو تقول لي والليلة الجمعة؟ ولا تفضحني بكفي رحم الله والديك. إذا أقرأ كتابي علني، يعني هسه أنا جايكم أقرأ اليوم ولابس تصايب قدامكم خوشاني، وأقول لكم يابا ترى أنا اليوم هيك سويت وهيك سويت من المكسرات وبنعلن. هاي شلون شغله؟ فلذلك ورد ويل لمن غلبت آحاده عشراته. شنو معناته؟ السيئة بواحدة والحسنة رحم الله. يا ليش الآحاد تغلب العشرات؟ خليني أضرب لك مثال بسيط. الامتحان النظري 50 درجة النجاح والعمل ب50، أنت تقول لي اعطيتك 46، إيش قد يلي كم درجة أنجح؟ و4 بالعملي، حتى 4 درجات ما جبت. شو أسوي لك؟ العملي 46%، تقول لي ما فيك حظ وتصير فوز رجال ويجيب لك 4 درجات بالنظري، بالدفتر عندك 5 أسئلة هم ما جبت 4 درجات. فلذلك الحسنة والسيئة. يقول ويل لمن آحاده غلبت. كان ويانا الشيخ رحمة الله عليه يستشهد بالعقد الأخير مال العفارقة. سبحان الله، الله يريد رزق الشهادة، ضربوه بوري بالأمن ليلة العفو استشهد، ثاني يوم صدر العفو قرار صحة. اي والله شيء اسمه الشيخ احمد المالي. شو يقول هذا؟ والله نسامحه منه. يقول شيخنا انا حتى عتب ما اريد، اخاف اريد قبل، الله يرزقه ويرزقنا ان شاء الله قبل. ايوه يعني صعب العتب. شايف اذا واحد يصيب درجه كبيره ويشوف نفسه عنوان، ما يرضى واحد ينصحه؟ مروان قعد يوم دخلوا عليه ابو حازم الاعرج، لقب اعرج، قال له عظني يا ابا حازم، قال له لقد خاب من ليس له مكان في جنة عرضها السماوات والارض. هاي السماوات والارض كلها ما لك مكان بيها. زعل القاعدين لما قالوا له ليش زعلت الامير؟ قال مو انتم وربعه
القاعدين يمه ما تنصحونه. طلع انتبه، خلي واحد يتحمل مسؤولية. الله يرحمه السيد الخوي يقول ماكو عاقل يسعى للمسؤولية والمرجعية. لما طلع شاف له رجال يغسل ملابس، تدري ايش قال؟ قال يا ريتني مثل هذا الزلمة ولا اتحمل المسؤولية. اسمع القرآن الكريم ايش يقول؟ كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة شنو يعني؟ فسروا ايش يقولون؟ يقولون يعني مسجونة، يعني واحد يسجن نفسه قال ما يدري. شلون ما يدري؟ اكو مثال كلكم شايفينه اجلكم الله بعالم الحيوان، غزاله متورطه بالشرك بالشبت، تريد تجي تطلعها بناها جاي تقتلها تتخبل منك تنكسر يا رجلها. هيك البشر مولانا، بناء انت جاي ضده من تحكي تقول له جاي طلع كان من نار جهنم. بعد مثال، هسه عندنا جنود طلبه يا سياره يقول ربع شنو ربع يعني في 250 كيلو اوباما بغداد. واحد منهم عاقل من الركاب ما يرضى يضوجون منه. هذا العاقل دائما هسه قبل ما اجيكم انا واحد شاورني رجال كبير قال شيخنا ابني يضوج مني من وراء هذا الحكي. زين قد يريد له فتره يلا يلتحق بعقل ابوه هذا، نار مصيبه. اللي يقول رسول الله صلى الله عليه واله هاي خطبه اخر جمعه من شعبان، شو يقول؟ ان انفسكم مرهونه بمن؟ باعمالكم. طلعت وين الرهن؟ كل نفس بما كسبت رهينه. بمن مرهونه؟ سند بالله. خوش لي سؤال هسه احنا طبعا راح ندخل مدخل النوبل بالقران الكريم، نصعد. شوف في سوره البقره يقول تعالى ورهان مقبوضه. شلون شيخنا؟ هسه انا خلينا نقول بالحله ما عندي كرو، اجيب محبسي عم سلام عليكم ما عندي كرو، هذا محبسي اعطيني كروتي ارجع للرميته. طبعا انتم تدرون الزكاه يصير واحد يصرفها على الغريب حتى اذا غني. انما الصدقات علما للفقراء والمساكين وابن السبيل. الان انا هذا ما اثق به، يصير اقول له ما اعرفك انا عمه اعطيني ساعتك، يصير طبعا مو حرام. احنا عندنا بالعرف عيب بس فقها مو حرام. ما اعرفك عم انت نصاب، ما صاير عندنا هنا الله يرحمه كان عندنا كم واحد نصاب بالروميته اعرفه. انا قاعد امشي في ياسين شهر 11/86 الله يرحمه طاهر، دخل علي واحد من الفرد عدل هسه موجود، قال شيخنا لقان فلان بالديوانيه، قال لي ابن شيخ ياسين رجله مكسوره يريد مني كروه، يقول بطيته على حسابك. قال لا حول ولا هذا ما يبطل فلان فلان ينصب على الوالي بسدي. نام براج النجم وجا واحد شحلات ملابسه تتلامع، قال له واحد الطين مخضر سوق ترى سياره البدي، قال خلي يصعد الصانع وياي، وصل المستانع عليه وطرد ولا المسواق ولا. بعد عندنا واحد من رميته نام يشتري يسوق يجل لكم الله نعيل وجواري واحد يجل لسان. وين بالعذاب؟ اجى هذا النصاب من رميته، الله يساعدك شلونك؟ وين غراضك؟ قال اذني، قال انا رايح رميت خليه بالودي سياره هي مو الك، هذا هم مبرود وين خلاهن؟ راح هو صعد ذاك النصاب بس وين السائق الصدق قال يلا شغل، صاح وراه بيومه. فلذلك الان بعد ماكو بوك علني نصب.
عليكم السلام. نصب حج بسد الدين، مرة عندنا يتامى، مرة عندنا أرامل، لذلك مؤسسة العين رسميا. غير ذلك خاف واحد يزعل من هسه اليوم 1 محرم، شيخنا نطلع فلان نطلع فلتان بابا ما نعرفهم، لا تحرجونا. سمعوا الجماعة شيخنا نجي ليه؟ قلت لهم لا تجون لي، العام بدعي. هنا أنا حكيت قلت لهم يابا، أولا الزكاة جاي تخلطونها وهي واجبة ما يصير تنقضوا. 2 مريض بس ما متدين، مريض بس مو فقير. وعليه يا اخوان كان زكاة وكان فدية. هسه يسمعون الجماعة لحد هذا اليوم قلت لك اكتب فاء يعني فدية وذبها باب الحوش. ليش؟ حتى تعرف هاي الفدية. زكاة واجبة ما يصير تنقضوا. شو صاير من الحكي؟ طبعا هاي اوامر رب العالمين، شيخنا مو نقول تشدد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارجع علما رهان مفروضة. اكو كم اشكال هاي بالعقيدة. يقولون يصير حتى عند الشيعة والسنة يصديش رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن سيفه عند الكفار، ما في شيء. وين المشكلة؟ لا هي اكل ولا هي شرب ولا هي زواج، ما في شيء، ما بها اي اشكال ولا كافيه. رجال. السؤال الثاني، شلون نبي يرهن اخوه بنيامين يقصدون يوسف؟ لا باتفاق وياه ولا مو رهن، طبعا حرام، سجن هذا اسمه. الثالثة يقولون اني نذرت ما في بطني محررا، حنة ام مريم. شلون المرأة ما لها ولاية على بيتها؟ احنا هسه كمسلمين المرأة لها ولاية على بيتها والبنت ما لها ولاية. ابوه نعم المرأة ما لها. هنا المشكلة عندهم يصير مولانا. اجيب لك بعد مثال. اكو واحد الان هو يختار، مو حرام. الامام الكاظم عليه السلام قال بالسجن: الهي لطالما سالتك ان يعني تفرغني بمكان للعباده وقد فعلت. قال روح قل للهارون كل ما يخلص يوم من سجني يخلص يوم من منستي. هسه هذا الموضوع بدنا بالفقهي ناخذ لنا شويه 5 دقائق لان بيه شويه عندنا هنا مشاكل، عندنا غرور. اولا عمي اردل لي 10 ملايين كوش، بيتك البيش 50 مليون، منا للعيد اذا ما اعطيك ال10 بيع البيت اخذ 10 ورجع لي ال40. حلال؟ حلال. جيد. 2 لا يجوز نصا رهن البيت للخمر والخنزير سماعنا والدعارة أجلكم الله. يصير اطلب؟ نعم يصير اطلب. 3 لا يجوز الرهن لمن تطلع السلفة. ليش؟ لأن ما حددت يا يوم تطلع السلفة. هاي من جهة فقهية. الآن نتكلم من جهة أخلاقية. شلون شيخنا؟ ولد مسوي له حادث، ولد مسوي له بوقه، ولد مسوي له مكسوره، يجي واحد عمره 90 80 سنه يشيلها بمكانه يقول انا مسوي المكسوره. ليش؟ قال انا رجال مريض كبير، خلي هذا الوليد شاب. يصير هذا يصير؟ رحم الله عليه. ترى هاي مو من الخيال، موجوده دير بالك. كثير من حوادث السير هو ما عنده اجازه،
لو ينطرد شو يتحملها واحد كبير السن يدخل سجن، والصحيح مسويها واحد وياه. هاي بالقانون تمشي بس عند الله ما تمشي. العجيبة الثانويين، سلام عليكم يا بريد 30,000 دولار يعني 3 شدات ونطلق صراحة منكم تاليها لا بفلوسك ولا بابنك. ثالثا هاي فوق نامج السيارة، يعني بشرف كذا تطلب لك ظالمي تكمش بالحمزة تعال تاخذ سيارتين يا مسلمين، يصير هذا؟ عمي ليش تاخذ سيارتي؟ روح لعمامك خليه يعطونك ما ينبكش بالاسلام. وهسه بالاخير راح تشوفون شلون راح نربطها. انا احكي دين ذمه مولاي. هذا من جهه اخلاقيه، من جهه سياسيه. خلينا شويه تذكرون الرهائن الامريكان لما السفاره لما سقط شاه ايران اجوا جماعه السيد الخميني رحمه الله عليه مشوا الرهائن الامريكان، صارت مشكله عالميه 52 رهين. قالوا لهم بطلقص نسمي السفاره الاسرائيليه المعترف بها شاه ايران شو يسمونها؟ سفاره فلسطين. ترى هاي المشكله لحد الان، والا ايران دوله شيعيه مضحيه من اجل قضيه عربيه وان حقوقها اولى بها. ولو هذا الموضوع هذا بس الان عندنا الان بالروميته اكو شغله عندنا. شوفوا بال 2003 استشهد السيد باقر الحكيم يوم 1 رجب 2003 ورا 10 ايام مولد امير المؤمنين. عندنا جماعه بالغوا بالاحتفال بمولد امير المؤمنين، مو حبا بعلي كرها بمن؟ بالسيد. السنه سبحان الله استشهاد قاده النصر يا يوم صار ب 13 رجب، حيل احتفلوا لا كرها بسليماني والمهندس. ولما كتبت له واحد رساله قال لي المعصوم اولى، قلت له لا المعصوم اولى. ليش يوم 7/0 استشهاد الحسن؟ استشهاد الحسن شو صادف يوم 7/0 مولد الكاظم. بينكم ما بين الله نحيي مناسبة الحسن يوم مولد الكاظم. حسن سلام. اكو واحد من القاعدين سوى احتفالية بمولد الكاظم؟ ها؟ شو سكتة اكو؟ ولا واحد. ايش قدمنا؟ شفت مولانا؟ انما الاعمال وغدا عند الله تلتقي النفوس. المهم هسه الموضوع هذا عرضي بس كن حتى نذكر ذمتنا امام الله، ونحن الان ضيوف عند رب العالمين. خلصنا من باب الضحك، كل نفس بما كسبت. لقد انصفك عندما قال لك وكفى بك حسيبا على نفسك. خش نرجع القضية. الفقه مرتبط بعضه ببعض، وهي مسألة الفضول. الفضول بالفقه وهي انه اني ادري بفريد لك سيارة، رحت للسماوة والله لقيت لك سيارة والمك، ما تفيد لما انت توافق، يسمون هذا بيع الفضول. شفتك تجي لك مرية من يمي، شفت لي مرة بالحمزة بالديوانية، قلت لك لقيت لك مرة والمك، ما يفيد باطل الا انت توافق، يسمونه هذا بالفضول. اما بالاخلاق فحدث ولا حرج. اذا انت رجال جارك يدب ببابك لو ضابوك فنك ما تسال. يعني باكر لا اجيكم للقرايه ومخليني على قصتي من هنا وصل الدنس، كم واحد راح يسنش فيك ماشي؟ ها؟
200 واحد. لا والله 1000. يا هشام ها ايش بيك يا بس خام بوجه بي اوفى لا تسأل مل شلون اندعم فلان. هسه مو عندنا فواتح بالرومية؟ اكو واحد يسأل بالفاتحة صلة رحم قريب عليه شلون مات؟ اسأل ابن خالته، اسأل ابن عمته، اسأل جاره، لا تسأل بالدرجة الأولى مولانا. رحم الله والديك مبجوع. بيش ساعة الشيء عمر، كم يوم تقيمون؟ لا تسأل هذا بالدرجة الأولى. حتى عند الفقهاء يقولون إذا واحد الآن بالحرب العراقية الإيرانية جابوا اليوم عظام، من يدفنه؟ مو يدفنه ابنه واخوه، لا جريب ابن خالته. ليش؟ حتى ما تجدد المصيبة. مرة بسيط وجننه وصار عندها يلا تعال والله جبنا لكم مابوتها المتوفى بعد 10 سنوات تنتهي العلاقة. المتوفى مو اللي يجي عدل لا زالت زوجته مولانا ما في مشكله، لا يجدد العقيد مثل جماعتنا هسه، شيء ما يجدده من صار له سنتين ما نقدر نجيها اي مرتبه حق يجددها من ليش من جبتوها. اكو عكس خلينا نخلص منها. هاي كل لطيفه يعني قبل ما تحول يمكن سامعينها انه يخيط بالدرع داوود. تدرون الدرع حديد وهذا حلقه لقمان يقول سنتين اطب واطلع ما سالته يضوج الى ان كمل الدرع. قال وما اجمل الدرع للحرب. طلع الدرع لنا للحرب سنتين ما سال مو فضول. وهاي مر عليكم المأمون لما سئل متى هل مر بك حياة موقف محرج؟ قال بلي والله. قال شفت الخدامة بالقصر تمشي شايلة أكل ومغطيته بالخاوي. قلت له ما هذا الذي تحت القماش؟ قالت ولما غطيته؟ هسه أنا قدامك جبت لك لنس هذا حطيت. يقول هذا شنو جو العباء شيخنا؟ كان ليش خليته جو العباء غير حتى ما تسألني؟ هو انا خليته جو العباء حتى ما تسألني. ليش جبت غسالتك وقت المغربية جيراني ما يصلون بيدي فلان جا غسال؟ ليش جبت المكيف الفجر من وراكم من فوق راح يسيلون؟ كان ما بيه من هذا الحكي بالفضول. الله أكبر. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل ما يعرف لازم يعرف ايش قد الطوكال عزيز السنة بالقراية ما ينام للصبح. لازم يعرف مرته شو اسمها ما يعرف. شفت هاي الدجاج اللابس الله يرحم جده ذاك المشقق جوارين ما عنده ايش مسوي؟ ما يعرف. ما يعرف للصبح يقول يريد يعرف هذا وصلني منين. لازم يعرف. لا يتحرك. اكتم ذهبك ومذهبك